السلام عليكم، نهار جديد، فيديو جديد، مساء الخير. نتمنى راكم بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال يا ربي، وديما من الاماكن الجميله الطبيعيه. اسمعوا لي خرير المياه، هاد السقايه ما شاء الله. وكيف ما وعدتكم البارح في المباشر غادي نشارك معكم الوصفه كيفاش طيبت داك السكوم الهاليون اسبرج. ان شاء الله غادي نمشيو للمطبخ، واحد طبق خفيف ظريف وصحي وكله فوائد. خليكم معايا، فرجه ممتعه على بركه الله. بسم الله. كيف ما كتلاحظوا راني شفت هنايا الابيض والاخضر، بديت كنقشر في الخضر في الابيض ضروري نقشرو، نحيدو ليه ديك الجلده والا ما غاديش ما يجيش زوين في الاكل. وكنحيدو ليه هاد الجهه هادي كتكون شويه قاصحه. انا غادي نستمر هكا حتى كنكمل داكشي الكميه، وان شاء الله نتلاقاو. وكنعرفوا ان السكوم فيه فوائد كثيره، فيه الالياف بزاف، فيه لا فيتامين سي، فيه الفيتامين ا، فيه الزنك، فيه المغنيسيوم، فيه السيلينيوم. ما شاء الله روعه. هاد النبته هادي فيها كتير فوائد. هذه حسيت فيها باقي فيها شويه ديال الجلده، غادي نحيدها ليها كيف ما كتلاحظوا. وغادي نعاود لكم عاوتاني الفرق بين هذيك الخضراء وهذيك البيضاء. هذاك الابيض كيبقى تحت التراب ما كيشوفش الشمس نهائيا، والاخضر كيكون ابيض ومن بعد كيخرج للشمس كيتاكسد. داكشي علاش هو معروف مضاد للاكسده. هاد الخضيره هذه كيولي اللون ديالو اخضر ومايل الى البنفسجي شويه الى الموف. هنا عندي الطنجره ديال الماء غليانه، غادي نحطهم لحقاش كاينه الطنجره ديالو خصيصه اللي كتجي واقفه بحالو هكا طويله. انا ما عنديش، غادي نقضي بهذا الشيء اللي كاين. غادي ندي هكا 8 دقائق ولا اكثر ولا اقل. هانتوما كنديرو هكا، وغادي ندير دوك القطع حتى هما اللي غادي ندير بهم الشوربه. كتجي الشوربه ديالو روعه روعه روعه. هانتوما ها هو بدا كينزل بحال الشكل ديال السباكيتي. دابا ملي نزل هكا غادي نحسب ليه 8 دقائق، وهذا هو الشكل النهائي. دغيا دغيا هانتوما 8 دقائق، وكنقدموه بكل بساطه هكا. كيتقدم مع البيض مسلوق، وكنديروا ليه واحد الفينيغرات اللي كتكون فيها الزيت والملحه وشويه ديال الخل او شويه ديال العصير الحامض، وكنرشوه بداك الثوم القصبي او البقدونس اللي بغيتو. واللي بغى عاوتاني يطيبو اكثر كيسخن واحد المقله فيها الزبده وكيحمروه في الزبده وكيخوي عليه القشده الطريه. انا كنفضلوا ناكلوه هكا طبيعي فيه فوائد ديالو. داك الماء ديالو راه ما كنرميش به، داك الماء هو اللي غادي نطحن فيه دوك القطع باش نحصل على واحد لا كريم ديال اسبرج. هانتوما هذه هي الشوربه ديال السكوم، كتجي غزاله ما نقول لكمش، صحيه وكله فوائد والياف وفيتامينات. ونتمنى كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. يعني نتوما كيجي غزال غزال غزال، يا ريت تشموا الريحه. كنخويو هكا، ما كنديروا لا زيت لا حتى شي حاجه، غير بوحدو. كاينين الناس اللي كيديروا فيه شويه د القشده الطريه لا كريم فريش. انا كنفضل نشربو هكا كما هو. بقيت كنعبر لكم بالمغرف. اللهم نهز الكاسرول ونخويها نيشان. كنقدموها هكا سخونه، وغادي نرش من فوق هذوك الرويسات الخضر ديال داك السكوم الاخضر، وغادي نرشو بشويه ديال رقائق اللوز المحمر هكا. كيجي معاه كيتواتى معاه جيدا. اللي بغى شي خويط ديال زيت الزيتون يديروا، اللي بغى لا كريم فريش. نتمنى خديتوا معلومات على هاد النبته، ونتمنى تجربوها وقيتها هادي. الا لقيتوها في المارشي ولا لقيتوها في السوق ما ترددوش، جربوا وذوقوا. وحنا عندنا في المغرب الناس اللي كيخرجوا للطبيعه، راه كاين عندنا بري يلقطوه ويغتنموا هذه الفرصه في وقت الربيع. وما تنسوناش بتعليقاتكم فضلا وليس امرا. وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم، وان شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم يا ربي وكتستافدوا وكيعجبكم هذه الوصفات. وتلاقي الخير ان شاء الله.